شوف، أنا بس اللي أقول حق جمهورك إنه يبحثون يدورون، ما يكونون حمير، ما يكونون أغبياء. يا اختي انت الشاطره، انت سوي البحث ووريهم. الحين انا اعطيتك اختي، انا اعطيتك فرصه 15 دقيقه وما وريتيني التقرير. مو لعبه، هو مو اي واحد يتكلم، مو بهالسهوله. مسيتم بالخير. ياسر البحري نزيل كويتي سابق في السجون الأمريكية بتهمة اغتصاب ملفقة، وأسلم على إيد المئات، وله باع كبير في الخير في السجون الأمريكية، ما يعد حتى خطر على السجون الأمريكية، وتم تنقله بين السجون ذو الحراسة العادية والمشددة، وأيضا حتى في الانفرادي. مش ها موضوعنا. الريال يكتب كتب عن قصته والأحداث اللي صارت معه، وله طبعا قناته في اليوتيوب أو في التواصل الاجتماعي عارض فيها القصة من البداية إلى النهاية، وشو الأدلة التي تم تلفيقها، وشارح بالملي كل شيء. جت وحده أن نحت معرض الكتاب موجود في الإمارات، وتجرأت عليه بطريقة جدا مستفزة، وتجرأت على متابعينه بأنهم حمير وأغبياء، وهذا سب وشتم، ولا هو يبين لا أخلاقنا ولا تربيتنا ولا ثقافتنا ولا تعاملنا ولا احترامنا للضيف. يعني حتى لو أنه الضيف هذا أي كان سوى أي شيء، في جهات مختصة تأخذ الحق منه وتأخذ العدل وياه، ولكن اللي أنت تسوينها ما يسمى إلا وقاحة. فنعتذر منك ونتمنى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة معها. يعطيكم العافية.